السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم وسيم. اليوم جيت نحضر معاكم هاد الخبيزات نتاع الشعير اللي دايرتهم مع وقطعتهم في هاد الحبوب اللي يجيو صحيين بزاف، ودرت فيهم الداخل حتى الشوفان. صراحة وصفات تستاهل تجربة وناجحة وصحية ولذيذة. هنايا ننتقلوا للمقادير. عندي كمية من الفرينة، انا ندير كيف القياس، كي الفرينة كي الشعير. هذا هو الشعير، ندير نفس الكمية، على خاطر كاين اللي يحب يكتر الشعير على الفرينة ممكن. انا جوست ما نحبش نكترو هو على الفرينة باش ما يجيش كحل وباين، باسكو ولادي لو كان يشوفوها هكا غير في الشوفة ما يبغيوش ياكلوها. وانا الهدف ديالي انني نوكلهم خبز صحي، وزدت عملت فيهم الشوفان كما تعرفوا هو جد صحي. نعمل حفينة هكا نتاع الشوفان، عملت معلقة كبيرة نتاع خميرة الخبز، نزيد عليها معلقة كبيرة نتاع السكر، ونزيد عليها من الملح. انا الملح حسب الكمية تاع كل وحدة كيفاش دير، ونزيد عليهم 2 معالق كبار نتاع الحليب المجفف لحظة، ونزيد عليهم خميرة الحلويات بوزن 15 غرام، ونلموهم بالماء الدافئ. هاد العجينة ما تستاهلش اننا نعجنوها بزاف او نديروها في العجانة. انا عجنتها غير هكا بيديا، وكنت ندير في الماء الدافئ ونلم هكا او ميم طون كي اللي نحاول نعجنها، ونخلط مليح هذاك الدقيق الابيض مع الدقيق تاع الشعير ولهذاك الشوفان والمكونات كامل اللي زدتهم. هي ما تتعبش فيها بزاف وتخمر في ساعة، يعني توجد في وقت قياسي بارابور العجينة أخرى. ومن بعد ما لميتها بالماء بقيت هكا دلكتها غير واحد شوية هكا، واحد 2 دقايق أو دقيقة. ومن بعد بقيت نديرها الطريقة هكا كي لين بيديا، راه باينة واضحة وما تكونش جارية. ومن بعد ما حسيت كلشي داك الخليط تخلط مع بعض، درت معلقة كبيرة نتاع الزيت، و ميم طون قعدت نحاول نسيي نلمها ونسقدها نيشان، ونلم هادوك الحواف اللي فيها. راه خاصكم ما تجريوهش بزاف. هاكا شوفوا كيفاش راها باينه لا تكستور اللي نتحصلوا عليها. انايا نخليوه، غطيت عليه وخليته يخمر. من بعد ما خمر نهود له هذاك الخمر، وانا حبيت نقطعه في بودور نتاع عبادة الشمس، ودرت زريعة الكتان والججلان، درت كل واحد بوحدو، واللي يحب يخلط يخلط. وانا هنايا درتهم خبيزات صغيورين، تقدر ديروهم كبار. وبقيت نقطع فيها هكا خبيزات صغيورين، انا ما وزنتهمش. ودرت كيما هكا بهاد الطريقة، وبالاستعانة نتاع الماء باش العجين ما يلصقلكمش في يديكم. وقعدت نحطهم ديراكتومون في ان بلاطو اللي يمشي للفوغ. ها هما هادو اللي غادي نديرهم في زريعة الكتان. كيما تقدروا تقطعوهم، اللي ما توفروش عنده هاد البذور يقدر يقطعهم في الفرينة او في الدقيق، كل واحد يقطع في اللي موجود عنده في الدار. ها هما هادو، وراكو تعرفوا زريعة الكتان حتى هي فيها فوائد بزاف. وانايا جيت عملت الجاجلان الابيض.
ها هما ذو في هداك البلاطو اللي يمشي للفوغ. هنايا قرصتهم هكا شوية، ضربتهم هكا بيديا، سمحولي راه ما بقاليش هداك المقطع، وجبت المقص وهكا درت لهم في الوسط. تقدروا ديروا بالمقص او تقدروا ديروا بالكوتور. الكوتور راه غادي يعذبكم مع هذاك البذور. هذه ما درتش فيها البذور، خليتها هكاك. وهنايا عاود خليتهم يختمروا اون دوزيام فوا. من بعد ما اختمروا شتهم طلعوا، حميت الفور مليح ودخلتهم وخليت لهم شاعل من التحت ومن الفوق، وحتى طابوا من التحت وتحمروا ليه هكا من الفوق. شوفوا خبز يجي شهي، وصفة جد رائعة وناجحة وفيها فوائد كبار. نتمنى أنكم تجربوها، وما عليا نقول لكم مع السلامة في فيديوهات أخرى إن شاء الله.